الخيانة الزوجية. سلام، مرحبا بكم في حلقة في دقيقة ولا يمكن أكثر في هذه الحلقة. الخيانة الزوجية، كنا فاش كنسمعوا كلمة الخيانة الزوجية كيمشي معنا مع مفهوم آخر، أن أحد الطرفين في العلاقة مشى خان طرف آخر ودار علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وهذا مفهوم غلط. راه ممكن الواحد يكون كيتخان يوميا وهو ما عارفش، وممكن أن الأثر ديال أنواع الأخرى ديال الخيانة تكون مؤثرة وجارحة أكثر من الخيانة الجسدية. اللي خصنا نفهمو أن الخيانة ماشي جسد فقط، حيت لو أنها كانت متعلقة بالجسد كنا غنسميوها الخيانة الجسدية. الخيانة كاينة في العاطفة، كاينة في الخداع، كاينة في الكذوب، كاينة في بزاف ديال المفاهيم والأمثلة الأخرين. فمثلا إلا أحد الطرفين عنده فلوس زايدين بدون العلم ديال الطرف الآخر واستثمرهم في شي حوايج، مثلا شرا دار بسميتو، دار شي مشروع بلا إخبار الطرف الآخر، ولا ما جا قالها له حتى بدا الإنجاز ديال داك المشروع ولا ديال داك الاستثمار، فهذه كتعتبر خيانة. إلى أحد الأطراف دار شي حاجة بلا علم الطرف الآخر ولا كذب عليه بلا علم الطرف الآخر، مجرد أنه كيقول لمصلحته، ولا كما كنقولوا كذبة خفيفة، فهذه حتى هي خيانة. إلى أحد الطرفين مشى كيشكي ولا كيتصنت الأقرباء ديالو ولا الأحباب ديالو، وهما كيتكلموا في الطرف الآخر بكل حرية بلا الوجود ديال الطرف الثاني ولا الشريك ديال داك الإنسان في ديك الجلسة، فهذه تهي من أكبر الخيانات العاطفية. وكاين أمثلة بزاف منهم ديال الخيانات، يعني ننتبهوا مزيان العلاقة. فراه جوج الناس فاش كيتزوجوا فراه ديك العلاقة كتشملهم بجوج، يعني أي حاجة كطرا خلال وفي إطار ديك العلاقة كيخص يكونوا بجوج عندهم العلم، موافقين عليها ومرتاحين نفسيا وجسديا في ديك العلاقة.